السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ولسه مع قرص النهايات بتاعنا في الفصل التاسع، نهايات الأرخاخ. وزي ما حضراتكم شايفين الفصل ده الأسود معاه بيدق زيادة، ناقص له خطوتين ويرقي. والأبيض الملك بتاعه قريب من البيدق، والرخ كذلك منع الترقية على الصف الأول. تعالوا نشوف لو الأسود عاوز يكسب ممكن يعمل إيه. أول نقلة بيست موف E2، يقول له أنا فاضل لي خطوة واحدة، هتسيبني أرقي ولا إيه؟ ولا هتيجي تقف؟ قال له إجباري هاجي أقف وشك وأمنع الترقية. قال له أنا قطعتك، طيب هتيجي إزاي تدعم ضغط على البيدق ده؟ كينج جي 5، كينج اي 5، وبقول له خلاص مفيش فرصة ان انت تضغط على الرخ بتاعتي، انا سيطرت على الخانة. اجباري تكمل كينج جي 5، ما ينفعش تتحرك بالرخ دي خالص، الرخ دي مربوطة. كينج اي 4، كينج جي 4، كينج دي 3، كينج اف 4، كينج دي 2، والدور منتهي. صالح الاسود حرك الطابية في اي مكان، جبت وزير. نفس الشكل زي ما حضراتكم شايفين، بس تعالوا نشوفوا لو الاسود لعب غلط، وده وارد في النهايات مع ضغط الوقت والضغط العصبي اللي بيبقى في الواحد. ولعب كينج اف 5 بدل اي 2. الدور بالشكل ده باللعب الصحيح درو. كينج جي 3، كينج اف 4، كينج جي 2، تشيك، روك جي 6، كينج اف 1، كينج اف 3، بيضغط عليه وعاوز يحطه في وضع تشيك ميت. فهنا في نقلة وحيدة هي اللي بتتعادل، وهي روك بي 2، والباقي كله بيخسر. تعالوا نشوفوا الباقي اللي بيخسر. ربطنا مثلا البيدق ده، الفكر بتاع اللاعب لعبها بالشكل ده. اقول لك روك اي 6 هات تشيك ميت، هترجع روك بي 1، هات روك اتش 6، طالب تشيك ميت على الاتش 1، هتمنعها. اقول لك كينج، هتقول لي كينج جي 1، اقول لك روك جي 6 تشيك. تعالى الناحية دي، لو جيت الناحية دي مثلا هنشوف الاتنين كينج اتش 1، فهقول لك كينج اف 2 بتكسب، والبيدق ده ملوش كاسر زي ما بيقولوا، بيرقي. اما لو جيت كينج اف 1 فهقول لك تشيك، اجباري تيجي هنا، هقول لك تشيك ميت. تعالوا بقى نشوفوا بدل ما هنلعب روك بي 3، هنلعب النقلة الصحيحة بتاعتنا روك بي 2، بفكرة هتنزل بالبيدق أكله. هقول لك لأ، أنا طالب مات على الإي 1. هقول لك النقلة بتاعتي الجميلة روك اف 2 تشيك. هقول لك يا ابني أنا مش هاكل، أقول لك روك جي 2 تشيك.
وجاي لك روك جي 7.